والله يا أخي في ناس قليلين أدب على الأدلة، والله قليلين أدب على الأدلة. وش يقصد رسول الله؟ ولماذا قال ذلك؟ ولماذا؟ وما الحكمة التي إيش دخلك أنت؟ الحكمة هي أنه أمر الله ورسوله. أو ما يكفيك هذا؟ توضأوا من لحوم الإبل. أبتوضأ يا رسول الله سمعا وطاعة سواء علم عقل الحكمة أو ما علم. مجرد أنك قلتها يا رسول الله فأنا أقول سمعا وطاعة لعلمي بأنك ما تقول شيء إلا وله حكمة، وليس من شرط تطبيق قولك أن أعلم الحكمة. علمتها ما علمتها أنا سأطبق لأنه أمرك. الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لما يا عائشة؟ سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحلورية أنت؟ قلت لست بحلورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مع أن لها علة لكن أرادت أن تربيها أن العلة الأصلية التي تجعل المسلم يمتثل الحكم هي أمر الله ورسوله. إن عرفت بعد ذلك الحكمة الثانوية نور على نور، لكن إذا ما عرفت الحكمة الثانوية فإياك أن تجعل جهل عقلك بالحكمة الفرعية مؤثرا في تطبيق الحكم.